السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج أخبار بفلوس الحلقة الأولى. إليكم عناوين الأخبار. وفقا للقاهرة 24، أحمد السيد زيزو يوقع رسميا للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم. وفقا للصحفي أحمد عبد الباسط، الأهلي يضع مصطفى محمد ضمن أولوياته للتعاقد معه لتدعيم الفريق قبل كأس العالم للأندية. خسارة المنتخب المصري تحت 23 عام أمام كرواتيا 3-2 في البطولة الودية الدولية. رسالة هيثم فاروق إلى أحمد السيد زيزو. القاهرة 24 قلبت الدنيا بعد ماتش مصر واثيوبيا، واعلنت عن انتقال احمد السيد زيزو الى النادي الاهلي ب4 سنين. يعني احمد السيد زيزو هيروح الاهلي 4 سنين، هياخد في العقد كام؟ 30 مليون. طب دي حاجة تخش العقل؟ يعني احمد السيد زيزو كان رافض اصلا 50 مليون يجدد بيهم مع الزمالك، وهيروح الاهلي ب30 بس. الموضوع كله ما هو الا ضغط من والده السيد مصطفى زيزو على اداره نادي الزمالك علشان تجدد التعاقد مع احمد السيد زيزو للزمالك، ودي وجهه نظري وده اللي انا شايفه حاليا. عشان احمد السيد زيزو مش بالسهوله دي يروح الاهلي. انا معاك ان 99% احمد السيد زيزو ممكن يروح الاهلي عادي، شفناها في بن شرقي، شفناها في امام عاشور، دول كانوا مستحيل اصلا ان انا اشوفهم في الاهلي. ممكن قلت لك بنسبة 99%، بس مش بالسرعة دي. هيروح يا اما دوري سعودي، يا اما دوري قطري، يا اما دنماركي، انت فاهم؟ اكيد في كوبري. مستحيل زيزو يجي الاهلي دلوقتي. ده اللي قاله كابتن ايمن يونس، بان كل شيء وارد في كرة القدم. يعني الايام دي خلاص كل حاجة واردة في كرة القدم، انت هتشوف العجب. ضاف كمان كابتن ايمن يونس ان كل الكلام اللي حاصل على صفقة احمد السيد زيزو ما هو الا كلام على السوشيال ميديا فقط، ولم يتم اعلان اي شيء رسمي من اي جهة، سواء الاهلي باتمام التعاقد معاه يعني، او الزمالك بانتهاء العقد ورحيل احمد السيد زيزو على الفريق. كل ده كلام. يعني موقع القاهرة 24 نزل البوست قلب الدنيا. في ناس بقى زملكاويه صعبانين عليها في حته ان في لاعب مثلا زي زيزو، احسن لاعب في الفريق دلوقتي، وشايل الفريق على كتفه وجايب معاه بطولات كده، وبدون مقدمات اللاعب ده سابك وراح الفريق المنافس. ناس بقى بتعمل ايه؟ ناس بتدعي عليه، ناس بتشتمه، ناس بتخوض في عرضه. طبعا الكلام ده كله غلط، ومش على زيزو بس، على اي لاعب، على اي مخلوق. كل الكلام ده وكل المصالح دي انت اللي بتأذي نفسك، انت اللي بتاخد ذنب، انت اللي بتتعب، انت اللي بتمرض، انت اللي بتعمل كل حاجه. سواء اهلاوي او زملكاوي، تاخد الكوره لعبه ترفيه، يعني مالكش دعوه مين راح مين ومين عمل مين، دول بيقبضوا ملايين، احنا متوبس صحيه والله المتوبس. خلصنا كلام عن احمد السيد زيزو، بس في حاجه صغيره قالها كابتن وائل الاباني، ان الزمالك لن يقف على اي لاعب، وان الابيض هو من يصنع النجوم. تصريح حلو، تصريح متوقع. طبعا كابتن وائل الاباني شايف ان الزمالك ما بيقفش على حد، ومش الزمالك بس، اي نادي ما بيقفش على حد. كان الريال واقف على كريستيانو، كان برشلونه وقفت على ميسي، الانديه كلها بيجي لها فتره تقع وفتره تقوم، يعني دي الانديه كلها، ده حال الدنيا على طول عموما يعني. خلصنا بقى احمد السيد زيزو، نيجي لمنتخب السودان. منتخب السودان يواصل التألق ويتعادل مع منتخب السنغال بنتيجة سلبية، ويواصل الصدارة في تصفيات كأس العالم. يعني انت عندك السودان الاول، الثانية الكونغو، الثالثة السنغال. مجموعة قوية، مجموعة جامدة. والسودان فاضل لها ماتشات بسيطة، ولو اتعادلت او فازت يعني ما تحاولش تخسر، عشان الكونغو والسنغال طرش هيطلعوا على طول، مش هينفع. بكل التوفيق وكل الدعم وكل الحب لمنتخب السودان الشقيق. خسارة منتخب مصر امام كرواتيا في البطولة الدولية الودية. يعني بصراحة ماشي، منتخب مصر عمل ماتش حلو، عمل ماتش كويس، وفي ريمونتادا اتعملت علينا في الاواخر كده، بس يعني المهم ان اللعيبة اللي ما تحبطش، يعني ما تحبطش بصراحة. منتخب مصر اهو، دي بتاعت 2006. يعني انت متخيل منتخب مصر طبعا طول عمره كبير، منتخب مصر كبير، ومنتخب مصر هو المنتخب الوحيد الذي فاز ب3 افريقيا ورا بعض 3 سنين على التوالي على طول يا باشا. مفيش منتخب عملها، هات لي منتخب عملها، مفيش. منتخب مصر قوي كل السنين، كل الاعمار، كل الدعم منتخبنا باذن الله. منتخبنا الوطني على بعد المباراه الجايه دي لو كسبنا بنسبه 90% صاعدين كاس عالم رسميا. كل الدعم لمحمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد واسامه فيصل وعبد الله السعيد، يعني مش مشكله عادي. كل الدعم لجميع لاعبتنا. طبعا كاس عاصمه مصر مولع بعد خساره الاهلي وتعادل الزمالك. دلوقتي مودرن سبورت كسب سموحه 2-0، وغزل المحله خسر من سيراميكا كليوباترا 3-0. لا بصراحه كاس مولع. ان شاء الله باذن الله يبقى النهائي اهلي وزمالك كده، هيبقى طرش. بس الاهلي حاليا بيلعب بالناشئين، والزمالك اصلا في
مش كامل برضو عشان منتخب مصر. طبعا مصلحه المنتخب فوق اي شيء، وكل الدعم لعيبه حسام حسن، يجيب امام عاشور، بس مش حاجه والله يا السعاده يعني. نرجع لاحمد السيد زيزو تاني. كابتن هيثم فاروق وجه له رساله على تويتر، قال له كن انت، كن انت. دي رسالة قوية من كلمتين فقط، يعني توحي استياء اصلا، يعني لغة بقى الجسد بقى ولغة الكتابة بتاعتها. كابتن هيثم فاروق مستاء وزعلان من احمد السيد زيزو، كتير قوي زعلان من احمد السيد زيزو. هتلاقي يعني الزملكاويه كلهم هيزعلوا من احمد السيد زيزو، بس اوعى تيجي على لاعب، اوعى تتمنى له الشر، اوعى تخوض في عرض، اوعى تشتمه، عشان كل ده تدان وانت اللي بتتأذى في الاخر. ربنا يكرمنا وان شاء الله ويثبتنا ان شاء الله في 10 اواخر. مش عايزين نشتم، مثلا هتروح استاد ما تشتمش، انت فاهم كده؟ انت مشي الدنيا، انت مشي الدنيا وخليك في الجنب، مالكش خدها لعبه ترفيهيه. انت لما تشتم اللاعب ده مش هيزيد، ولا انت هتزيد، ولا هو هينقص، ولا انت هتنقص، انت هتأذي نفسك يعني. انت فاهم؟ مفيش اي حاجه خالص توحى ان توحي تعمل يعني انت تعمل كده، يعني توصلك لكده. انت فاهم؟ عادي هتروح يا باشا رايق، قاعد مش عايز تروح الاستاد، تفرج لك كوبايه الشاي وبتاع قدام الماتش، حاجه في الطرش يعني. انت فاهم؟ عادي. انما شتيمه وخوض في عرض، حاجات وربنا وحشه قوي. الكلام ده للناس الفهيمه الطرش، انما الناس التانية الفهيمه برضو الطرش. مفيش حد يا باشا، كلنا فهيمه طرش. نفسي اعرف النادي الاهلي عايز ايه يا عم؟ انت رايح كاس عالم يا عم بقى بالراحه. ده الاهلي يعني اخبار زيزو دي ماشي، عايزين بقى مصطفى محمد. طب سيبوا الراجل يعني، مش على حاجه والله، مش قصدي حاجه، بس الراجل في نانت خليه يكمل شويه. يا اما الراجل بدا يتالق مع نانت اهو، يظبط الدنيا. هو ماشي كاس عالم انديه، فرصه لاي لاعب بص في اي حته بقى ان هو يتشاف. الكاس عالم ده الجاي ده هيبقى جامد، هيبقى جامد قوي، ومجموعاته وبتاع ودنيا، وهيتشاف جامد. وانفانتينو بقى هتلاقيه مروق الدنيا بقى. مصطفى محمد فرصه كويسه ان هو يعيد احترافه من تاني ويجدد احترافه من تاني، زي عبد المنعم كده من فيوتشر الاهلي النيس. انت فاهم؟ على طول ماشي، كل الدعم لمصطفى محمد لو راح النادي الاهلي. بصراحه انا مش متخيل، انت عندك هيبقى عندك وسام ابو علي، وعندك جراديشار، وعندك مصطفى محمد. ايه يا عم، ايه يا عم، ايه يا عم، حرام عليك. المشكله ان في تريزيجيه، وعندك بن شرقي، وهتجيب حمدي فتحي، وديانج شكله راجع اصلا، وعندك مين حمدي، انت جبت حمدي فتحي وتريزيجيه، واحمد عبد القادر هتلاقيه راجع بقى، مصطفى شوبير. يا مصطفى شوبير موجود. والاهلي لن يفعل بند شراء الباك الشمال يحيى عطية الله يعني ايه، وعايزين واحد تاني من ايه شايفينه يعني افريقيا، عايزين واحد شمال تاني في ايه، في افريقيا، باك شمال تاني. طب بصراحه يعني هو يحيى عطية الله ماشي، يحيى عطية الله قوي، دولي مغربي، لعب كاس عالم، هو اشرف داري عادي، بس يحيى عطية الله حاليا انا مستاء منه بصراحه يعني. مش عارف ليه كده يعني. كان في الوداد بيطلع نار من بقه، مش عارف في ايه، وكان قاعد يلعب فاولات في الماتش اللي احنا كسبنا فيه ده عم منعم. بس يعني بصراحه يحيى توت الله يعني مريح الموسم ده، مريح اصلا اول ما جه الاهلي. يعني ما شفتلوش حاجه تاثير، فاولات طرش، بيشوط فاولات وبيعمل كل حاجه، بس يعني ده فاهم مفيش تاثير برضه، مفيش حته تاثير. بس ماشي الاهلي حلو في الخطوه دي، حلو بصراحه. ويحيى عطية الله اتمنى التوفيق يعني. لو فاق خلاص يا باشا البند هيتفعل، تلعب كاس عالم، ظبط الدنيا، عشان معلول بصراحه مش هينفع لوحده في كاس العالم خالص اطلاقا. في خبر حبيت اختم بيه، وهو زي النهارده من 11 سنه سجل محمد صلاح اولى اهدافه مع نادي تشيلسي امام نادي ارسنال، وسجد سجده وجاب الجون وحط الحطه، والباقي في كتب التاريخ. خلصنا الفيديو الحمد لله، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. وصلنا انا بوحد الله، ومستني كومنتاتكم الجميله طبعا اللي اتعودت عليها يعني. الحمد لله ربنا ما يقطعها عاده. وصلوا وانهضوا، فوقوا فوقوا، احنا في ال10 اواخر خلاص ان شاء الله. ما تندم، ما تقولش دي ليله القدر، ما تعملش حاجه بعديها بقى، لا خلاص سيبك خالص من اللي يقول لك ليله القدر دي ومش ليله القدر. ليله القدر لا يعلمها الا الله، مالناش دعوه. احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا ان شاء الله باذن الله، وواثق يقينا بالله ان ربنا هيكرمنا ان شاء الله وهيوفقنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.